دبرتنا اليوم شربة لسان عصفور هيك قاعدة تطيب. عملت زيدة لحمة اسكالوب مفوحين بالكدا ومعاهم بطاطا والحشو من فوق كيما حشو البريكسوابع بالضبط، ونحطوهم توا في الفرش يطيبوا نصف ساعة هكا باش نحطهم ديريكت نحطها في الفور باش يطيبوا بالكدا. ومعاهم التاك، هذه العجينة هكا حضرتها وخليتها ترتاح، وهذايا الحشو تاعها باش نعمل تاك بالسبناخ والريقوتا بيان سور والسكالوب. قليت البصل وزدت عليهم السبناخ والسكالوب، ونكمل نزيد بعد كي يكملوا يطيبوا نكمل نزيد المكونات الاخرين اللي هما الريقوتا والجبونات ونشخشوها بالكدا. وعملت سلطة فقوس وطماطم مفوحة بالثوم والنعناع الشايح والجبن ومخلطة كلها مع بعضها. وهذه سلطة بجل هكا قصيتها وحضرتها تو باش نفوحها عادة ونحطها في صحن بالكدا. وهذا حشو باش نعمل بيه بريكسوابع. عشان نحضر هذيك شربة عبيتها مرة هذه في صحاف، هذاك كل لحمة سكالوب اللي عملتهم شوف هكا بالجو متاعهم. هذه تاخد سبناخ شوفوا محلاها قد شهي هيك حضرت. هذه السلطة، هذيك سلطة فقوس وطماطم وحطيت فيها جبن وفوحتها بالكدا كيما قلت لكم. وهذه سلطة البجل كيف كيف فوحتها وحضرتها. هذيك ردات فارسي، هذوما البريكسوابع اللي قلت لكم عليهم بالحشو اللي موجود في الفيديو ديما. ان شاء الله تكون عجبتكم دبارتنا متاع اليوم. ما تنسيوش مالا باش تعملونا جيم مع الفيديو، تخليونا لي كومنتير متاعكم، و ابوني كان مكش عامله ابوني.